أبواب الجنة مفتحة، أبواب النيران مغلقة، مردة الشياطين مصفدة، ثم ماذا؟ ثم إن لله عتقاء في هذا الشهر وذلك في كل ليلة. تصور كل ليلة يكون لله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه عتقاء من النار. ولما تسمع كلمة عتقاء يعني لن تدخل النار أبدا، يعتقك الله من النار. فحاول أن تعيش الجو في أن تكون في هذه الليلة القادمة من عتقائه، فإن لم يتيسر ففي الليلة التي بعدها، فإن لم يتيسر فالتي بعدها، وأنت لا تدري هل تيسر أو لم يتيسر، ولكنك ترجو أن تكون من العتقاء، فتجتهد في عبادة ربك تبارك وتعالى حتى تنال هذه المكانة العظيمة.